هو احنا كلنا سمعنا عن تجربة زراعة القمح مرتين في العام. القمح اللي لا تخلو مائدة من موائد المصريين من هذه من منتجات المعتمدة على القمح طبعا، وهو العيش. هذه التجربة الكل يريد أن يعرف المزيد عنها. الحقيقة احنا معنا الدكتور خالد عبد العزيز عياد، أستاذ البحوث الزراعية بمعهد البحوث، ليحدثنا على هذه التجربة بكل ما فيها من مزايا وعيوب. دكتور خالد، مساء الخير. مساء النور يا فندم. دكتور خالد، ايه موضوع زراعة القمح مرتين في العام؟ والله بص حضرتك، هي طبعا يعني أذيع في الآونة الأخيرة إنها تجربة مصرية 100%. دي طبعا معلومة مغلوطة، لأن الاتحاد السوفيتي سنة 28 عمل تجربة فاشلة كده بكل المقاييس، قام بيها عالم اسمه تروفيم دينيسوفيتش لاينسكو، وكانت التجربة فاشلة ويعني تجربة سيئة السمعة. فاحنا ازاي نعيد تجربة فاشلة بعد 90 سنة من فشلها؟ كانت عملت مشكلة جامدة جدا. اولا القمح يعني لا يصلح زراعته مرتين في نفس المكان. يعني ما ينفعش ان احنا في نفس الارض او في نفس المكان نزرعه مرتين ورا بعض. لذا لازم نوفر 6 مليون فدان، 3 منهم في شهر سبتمبر و3 تانيين في النص الثاني. المشكلة الثانية اللي تصعب الامور ديت هي المحاصيل اللي بتزرع في الوقت اللي ما فيهوش قمح. محاصيل وخضروات زي مثلا القمح بيزرع في شهر سبتمبر. هو المفروض يعني علشان المشاهد او المتابع معانا يبقى فاهم، هو المفروض ان القمح بيتزرع في شهر سبتمبر والحصاد في شهر كام؟ يعني عايزين نبقى الناس كلها عشان تبقى الناس تبقى فاهمه معانا. في شهر مايو، يعني يتزرع سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير، ده موسم زراعه القمح. لا هو بالظبط كده. يعني هو بيقعد له مثلا 6-7 اشهر، هم عايزين يقعدوه يعملوه 4 اشهر و4 اشهر. تمام، واخد بال حضرتك؟ فطبعا هي اولا في يعني بعض المحاصيل من الصعوبه، بعض المحاصيل زي البطاطس وبنجر السكر والحاجات دي كلها والسبانخ والبسله هتزرع فين؟ ما هتعمل لك ازمه. تمام. اذا زراعه القمح كمان بالطريقه التقليديه مره واحده في السنه، انتاج الفدان فيه بيكون 18 ل 20 ارداب. تمام. في حين ان الزراعه مرتين في السنه بالقمح المبرد دوت، انتاج الفدان بيبقى حوالي من 6 ل 8 ارداب. ده بمعنى ان انت خلقت ازمتين، ازمه في المحاصيل اللي هتحل محلها، والازمه الثانيه ان الموضوع ده الزراعه مرتين في السنه مش هيبقى اقل بكتير قوي من زراعته مره واحده. ده بخلاف حضرتك ايه بقى؟ بخلاف ان الجوده اللي بتاخدها من مرتين في السنه بتبقى جوده اقل، والسنابل مش عايزين نخش في مواصفات ميرفولوجيه. اذا ايه الجدوى من زراعه القمح مرتين في السنه؟ نعم. غير انه شيء مدبر ومحاوله اخرى لعزف الفلاحين عن زراعه القمح. احنا السنه اللي فاتت شفنا كانت مشكله اللي هو ربط القمح بالسعر العالمي، وده عمل مشكله يعني مشكله جامده. والمشكله كمان اللي هي القمح اللي اترمى في الشوارع لنقص الصوامع وحاجات كده. فانت النهارده عايز تضيف مشكله للمشاكل اللي قبل كده، انك تعمله مرتين يبقى قمح مش نافع حتى كعلف. يعني اذا حضرتك يعني مش موافق، شايف ان مفيش اي مزايا من زراعه القمح مرتين في العام؟ لا، ما هو بص حضرتك، يعني اولا هي عشان تقول ان انا هزرع مرتين في السنه لازم تتوافر مقاييس معينه. ايه هي المقاييس المعينه؟ نعم. ان اولا الانتاجيه بتزيد. لو انا مثلا بعمل فدان 18 ارداب، يبقى انا عايز ازرعه مرتين 18 يعمل لي 40 مثلا ارداب، يعمل لي 40 38 ارداب في السنه. ده ثانيا بيعود على الفلاح بالنفع. تمام. ثانيا بخلق الاحتياج عنده انه يزرع لي قمح وزياده الرقعه من القمح. تمام. كمان في حاجة، ان النهاردة بتقول وزارة الري بتقول انها بتوفر 30% او 30% من تخفيض في مية. طب تعال احسبها كده، تعال احسبها لما يتزرع مرتين في العام، اذا استهلاكه من المية قد ايه؟ يعني اذا الدكتور خالد عبد العزيز يمكن شايف ان سلبيات زراعه القمح مرتين في العام اكتر بكثير من مزاياه. احنا بنشكر الدكتور خالد عبد العزيز عياد، استاذ البحوث الزراعيه بمعهد البحوث. شكرا جزيلا لحضرتك. الملف اللي معانا دلوقتي يمكن أكتر الملفات الأهمية في حلقتنا النهاردة، وهو يعني وجع وألام ودماء